ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ وحشتوني قوي قوي قوي. وحشنا ان احنا نصحى من النوم كده نشيطين ونعمل روتين مع بعض. الاول نعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه، او لو على الفيسبوك تعملوا فولو وتعملوا شير للفيديو كتير بقى عشان كلنا نشجع بعض. بصوا تعالوا، احنا جبنا حاجات من السوق، تمام، وهنشيل كل حاجه في مكانها. الرخامه متدربكه، ودي احلى دربكه بحبها في حياتي. ربنا يجعل بيوتنا كلها عمرانه، اللهم امين. الحاجه في البيت، الخير في البيت ده احلى من الفلوس في البنك، صدقوني. فاكيد كلنا عارفين يعني، بس انا تحسوا ان انا بفرح لما اشوف المنظر ده. ربنا يديمها علينا نعمه ويحفظها من الزوال يا رب. هنفضي بقى كل حاجة مكانها. ودي قلقاسية اتفاجئت بعد ما جت وحطيتها في التلاجة ان هي ب60 جنيه. انا قلت له ملاش قلقاس دلوقتي، نستنى لما يبقى ب10 جنيه. ما صدقنيش، قال لي ملكة نفسها فيه. وملكة اصلا ناسية يعني ايه قلقاس، وهي شافته بس حاجة جديدة مش فاكراها من السنة اللي فاتت، فقالت له عايزاه. ما علينا. الف انا شايفه على قلبك يا ملك، احلى 60 جنيه في الدنيا. يلا ولا تزعلي. شويه عدس بقى من اللي قلبك يحبهم، عشان دول اصلا هيخلصوا في اسبوع. العيال بيموتوا في العدس. ونظمنا كل حاجه مكانها. لا لسه الفراخ بقى. الفراخ بتيجي كل فرخه في كيس، والراجل بصوا انا بحب اجيب مثلا 3 فرخات او 5 على حسب العدد يعني، واقول له اعمل لي بانيه، واعمل لي يحط لي كبده وقوانص على جنب، والوراك على جنب. انا بحب كده. وباجي بقى بنظم كله في اكياس لوحده يعني على قد الطبخه، واحطها في الفريزر تبقى جاهزه. اوقات بنضف واتبل واحط في الفريزر منضف واتبل. وده الحركه دي من ايام ما كنت شغاله كنت بعملها. كان كل حاجه في الفريزر متبله يعني، مش متنضفه وبس، متنضفه ومتبله ومتقطعه وجاهزه تقريبا على السوا. فحركه لطيفه جدا، ممكن نبقى نعملها في تجهيزات رمضان مع بعض. المشتريات طلعت على قسمين عشان خاطر مالك طلع نص الباقي، وطلع بقى يقولك أنا مين راجل امه دلوقتي؟ اقول له انت. يفرح قوي، يا ربنا يخليه يا رب. طبعا احنا لازم نظبط كل حاجه في مكانها. وده كان يوم الجمعه يا جماعه. جمعه مباركه علينا يا رب وعليكم. ما تنسوش سوره الكهف كل جمعه. انا عارفه ان النهارده مش الجمعه، الفيديو كان المفروض ينزل امبارح، بس حصل عندي مشكله في النت ما عرفتش انزله. المهم عملت لكم حاجه حلوه بعد المشتريات دي، وخرجنا يعني وكده انا والولاد، فما لحقتش اخلص رقاق. الواحد نفسه دلوقتي في صينيه رقاق بالكبد والقوانص والله. نبقى نعملها في فيديو برضو. المهم رحنا مشوار وجينا بقى بالليل متاخر قوي. اتعشينا ونمنا عبال ما نيمت العيال ومش عارف ايه وبتاع. والله ما كان فيا نفس ادخل المطبخ. تاني يوم الصبح صحينا فطرنا، وده تاني يوم بقى. النهارده السبت. كل سنه وانتم طيبين. اليوم عدى في 3 ثواني. ايه رايك في السرعه دي؟ انا قلت ان انا نتشجع، يلا نقضي اليوم مع بعض، ويلا ننظف مع بعض. انا ببقى متشجعه وانا بصور لكم حقيقي، وحتى اللي انا مكسله عنه مش بكسل بقى، لا بتشجع اكتر. وانتوا كمان يلا بينا بسرعه، اللي مكسل يقوم واللي مش مكسل وشغال يتنشط اكتر. ويلا نقلب البيت بقى، نقلبه حرفيا. المطبخ بقالي كام يوم عندي مشاوير كتير، فمش بلمعه يوميا، فحاسه ان هو محتاج يدعك كده، يتمرش مرش. فجبنا المقشه ودلقنا بقى ميه بصابون في الارض وغرقنا الدنيا وهتك مرش. مش عارفه ليه الصابون مش باين. الحته دي انا كنت بنضف تحت الحوض الاول، بحب انضفه وارص الحاجه مكانها. هتبان دلوقتي. هنعملها بالفوطه كده الاول عشان المقشه في الحته دي مضيقه. ربنا يوسع علينا وعليكم يا رب. وايه نوسع نفتح المطبخ على الاوضه. لا بهزر طبعا، مش مشكله المطبخ. المهم قولوا لي بقى الفيديو اللي فات ايه رايكم فيه؟ ايه رايكم في الكشري الحلو اللي انا عملته لكم؟ والله اخد مني مجهود، وحاولت ان انا اعمل حاجه صح، وطلع على فكره طعمه جميل. انا بهزر. طلع طعمه جميل جدا. وانتوا لو عايزين تجربوه جربوه، لو عايزين تشتروه من بره اشتروه، بس وفي البيت طبعا اوفر وانضف اكيد يعني. بصوا بقى، ادلقي بقى ميه بقى، ادلقي الحاجات دي. يعني انا بحس ان انا بنضف قلبي مش بنضف المطبخ والله العظيم. من تحت بقى الحاجات دي، وبقعد امرش 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 امرش. وبحس ان انا بسيبها شويه كده كمان بعد ما امرش، بحيث لو في حاجه مثلا لازقه في الارض ولا حاجه تطلع يعني. انا مسرعه الفيديو زاد عن اللزوم، فانا بعد ما عملته بالمقشه طلعت بالمساحه وهدلق ميه بقى. افضل ادلق ميه كتير 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 كتير، فانا مختصره لكم الموضوع جامد يعني. بعد ما ادلق ميه كتير 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 هنزح بقى، اسمها ايه، هطلع بقى الميه دي اوفر يعني. والمطبخ عشان ضيق فواخد مني وقت ومجهود كبير، بس انا مش مشكله. لما بحس ان هو وصل للمرحله دي ما بعرفش امسح
المسحه العاديه، بعرفش اكنس، فاهمين؟ الكنسه العاديه لا. وبعد الموضوع ده السجاده لازم تتغسل عشان كله بقى يبقى منور، معلش عشان احس ان انا مجهودي ما راحش على الارض. ايوه ايوه يا ست الكل، تسلم ايدي والله، تسلم ايه. هنشيل بقى اللي هنا كله. الحته المطبخ بيرمي على الحته دي، فانا عرفت، فبقيت ايه، طلعت بره المطبخ خالص وجبت من هنا، وبميه بقى نظيفه عليها ديتول، هنعمل بالمساحه. الغيار بتاع المساحه جديد جميل يا جماعه والله، جميل زي الغيار الاصلي بالظبط. يعني هو انا كنت فاكره ان هو بايظ هنا، فاهمين؟ بس انا ايه، لقيت في كليبس كده كان محتاج يداس عليه، فدوست عليه لا اتظبط يعني. وانا بعمل برضو لقيت فيه ميه راكنه ورا كده عند البوتاجاز، فاخد مني برضو وقت، مش مشكله، كل الوقت فداك يا معلم، فدا النور اللي بيشع منك بعد ما تخلص. انا طلعته كله على بره عشان المطبخ ضيق، والحته دي بناكل فيها على طول، والولاد امبارح بهدلوا الدنيا الشوكليت السايحه دي، بما ان انا قضيت اليوم كله في المطبخ، فالحته دي كلها شوكولاته لازقه. بكلمكم بالامانه يعني، مش هحاور عليكم كل ما باينه. فانا انتهزت الموضوع فرصه، قلت اطلع الميه من هنا على هنا واسيبها شويه عبال ما انشف انا بالمقشه، واروح ايه زي ما انتوا عاملين، زي ما انتوا شايفين كده، انشف قصدي بالمساحه بالجردل يوه خلاص ما انتوا عارفين. وبس يا اختي انت وهي نمرش بقى، نقعد نمرش إيه لحد ما يبان لهم صحاب. اللي ما يرضاش يطلع بالمرش نعمله بايدينا بسكينه بحرف الشبشب زي ما انتوا شايفين. انت هتطلع انا هتطلع، اصل فاهم، انجز عشان انا مفيش وقت، عندي المليكه عندها مذاكره اهو. كله بقى يدخل على المطبخ، على سوري الحمام، كده الحمام ايه، صحيت من النوم ما عملتهوش، على اساس ان انا بعد ما اعمل العمله دي انا صاحيه انا ويالها العمله دي، يعني صاحيه مفتحه عيني عارفه انا عندي ايه النهارده. يلا هنشيل بقى الميه كده ونمسح من الاول تاني بميه وديتور على نظافه كده، بعد ما هي نمسح الميه دي كلها ننشفها. مش عارفه ايه كلمه نقزح اللي انا عايزه اقولها كل شويه دي، ننزح مش جايه في دماغي، ما علينا. اهو ميه بقى نظيفه على نظافه ونخليها بتلمع. الله يا جماعه والله الحمد لله، ربنا يدي الواحد الصحه ويفضل يعمل كده ويشتغل طول العمر، ما يحتاج لحد ولا يقعد ابدا والشقه مش نظيفه بجد. اتفرجوا بقى كده معايا بالحته دي لما نورت. الحته دي لما بتبقى متبهدله مكان الاكل وانا مش قادره اعملها، او عندي حاجه ولا بذاكر مذاكره مهمه والعيال قربوا يناموا، ببقى متضايقه قوي. خلصناها وخليناها قشطه، ندخل بقى على الحوض. وانا نسيت اقول لكم في اول الفيديو ان انا بحب الحوض يبقى اخر حاجه، يعني انا عامله الرخامات كلها وعامله الارض وعامله البوتاجاز وكل حاجه تمام، والحوض ده اخر حاجه. ليه بقى؟ هقول لكم ليه. انت لو دخلتي المطبخ لقيتي الحوض فيه مواعين والمطبخ كله بيبرق، هتحسي المطبخ مش نظيف؟ لا مش هتحسي المطبخ مش نظيف، المطبخ هيبقى نظيف بالنسبه لك، هتحسي ان هما طابقين في الحوض وهتبقى العمليه سهله معاكي. لكن انت لما تقفي 3 ساعات تغسيل المواعين في الحوض مثلا، مش 3 ساعات قوي يعني، بس لما تقفي تغسيل المواعين وبعد كده تيجي هدومك تتبل، مش عارف ايه، المواعين اكتر حاجه بتبل الهدوم، بتحسي ان انت محتاجه تغيري اصلا، هتحسي ان انت مش قادره تكملي. فانا بالنسبه لي حتى لو جالي ضيف، لو جالي مذاكره للعيال، لو حد عيط، لو حد عايز حاجه، لو اضطريت ارد على تليفون مهم والشبكه مثلا ما بتجيش في المطبخ واليوم عدى، انا بحس ان انا ما عنديش حاجه، مواعين دي ممكن مثلا وانا بشرب الشاي بالليل والعيال نايمه اعمله، فلكن الباقي بحس ان هو اهم الصراحه. دي حركه انا شفتها من حد، انا شفتها بعيني وهو بيعملها، فمن ساعتها وانا عيني مرتاحه اكتر فجربتها عليا. لكن كل الناس اللي بتشوفني بعملها بيقولوا ان انا معاقه ذهنيا، بس مش مهم، المهم ان انا مبسوطه. انتوا جربوا وقولوا رايكم برضه، قولوا رايكم. الواحد بيمسح كده، بيمسح الحزن من على قلبه والله، اكن حد بيملس على قلوبنا ويقول لنا معلش، بعد ما يمسح ويكنس ويعمل ويقعد في حته نظيفه. يا سلام بقى لو حد يبقى عنده اكل من امبارح زيي، يا سلام على الرواقه، رواقه 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 رواقه. بعد كده هقعد بقى اشرب قهوتي في البلكونه، واصلا انا عايزه اعمل حاجه جديده في البلكونه، ايه هي ما اعرفش، بس هقعد افكر بقى دلوقتي وبقول لكم، اقترحوا عليا برضو.
احنا قربنا نخلص الفيديو بتاعنا. اتمنى ان انا فيديوهاتي تبقى خفيفه ولطيفه على قلبكم، وان احنا كلنا نستفاد من بعض وتقوموا كده زي الشاطرين. انتوا كلكم شاطرين طبعا، بس انا يعني ايه كنوع من انواع التشجيع، لو حد مكسل زي ما قلنا في اول الفيديو يقوم ينفض الشقه كده، ينفض، شغل عضلاتك بدل ما تروحي الجيم زي كده، زي بقى دافعه اشتراك الجيم بقالي كام يوم ما روحتش اصلا، شغليها في البيت. هتحسي ان انت ايه، كلك نشاط وحيويه وطاقه. ودي اللحظه بقى اللي انا بموت فيها، المسحه الاخيره بتاعه الحوض دي. بعد ما نخلص بنمسح الحوض المسحه التمام، ونمسح ورا الحوض والحنفيات. بصوا مش عايزه حاجه من الدنيا يا جماعه، والله ما عايزه حاجه من الدنيا. هعوز ايه؟ انتوا عارفين لو انا مش عندي اكل كنت هاكلهم بيض وجبنه. ليه بقولوا لي؟ عشان مش عايزه الدنيا تتوسخ. كده كده عندي اكل يعني، فلو ما كانش عندي اكل كنت طبخت الاول. المهم اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا فولو وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد وننشط اكبر عدد وعائلتنا تكبر اكتر واكتر. واشوفكم في فيديو جديد. باي.